أما بقى كلمة إياح فدي من الأصل المصري القديم، إعاح بمعنى قمر أو القمر، واللي برضو مع التطور اللغوي تحول حرف العين لحرف الياء لسهولة النطق، فتحول النطق من إعح لإياح. ومع استمرار التطور في اللغة المصرية القديمة وبرضو لسهولة النطق سقط حرف الألف وتحول حرف الحاء في آخر الكلمة لحرف الهاء، فبقت يهو في القبطي بمعنى قمر. وده النطق اللي جت منه كلمة إيوحة أو نطق إيوحة، وغالبا ده النطق السليم للكلمة، لأننا في الأغلب بناخد نطق الكلمات في الحرف المصري القديم سواء كان هيروغليفي أو ديموتيقي أو هيراتيقي من نطق الحرف المصري في القبطي أو من الحرف القبطي تحديدا. وكمان كلمة إياح دي أصلا كانت اسم للملكة إياحتب أم الملك إحمس الأول مؤسس الأسرة ال18 ومحرر مصر من الهكسوس. وطبعا كلنا عارفين إن الهكسوس قعدوا في مصر واحتلوها 300 سنة تقريبا. فلما الملك إحمس الأول انتصر في معاركه على الهكسوس وقدر يدخل العاصمة بتاعتهم أواريس، واللي هي قريبة من تل الضبع في محافظة الشرقية في الدلتا دلوقتي، جت الأخبار السعيدة دي بالنصر على الأعداء لعاصمة مصر في طيبة. فقام المصريين نزلوا وزقططوا طبعا عاصمة مصر طيبة اللي هي الأقصر دلوقتي. قام المصريين نزلوا فرحانين ومزقططين وقالوا أو غنوا حعوت إعاح بمعنى افرحي يا إياحة، واللي وصلتنا وحوي إياحة لسهولة النطق زي ما قلنا.